السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. هنتكلم النهاردة على كذا حاجة. طبعا أهم حاجة ماتش منتخب مصر والأداء الدفاعي لأكرم توفيق اللي قلب الدنيا. فوز محمد صلاح بجائزة لعيب العام بتصويت الفانز بتوع التيك توك، وكلمة محمد صلاح اللي قالها واللي وجهها للشباب وإنه بيحفزهم. آخر المستجدات في تمرين الزمالك وسامسون، وهيبقى فيه عقوبة ولا لأ، وآخر التجهيزات لدونجا وتعليمات فريرا في التمارين الأخيرة. أتمنى لو عجبتكم الحلقة تعملوا لي لايك واشتراك، هكون شاكر لكم جدا. أول حاجة بالنسبة لمنتخب مصر، منتخب مصر بيفوز 2-1 على بلجيكا المصنف الثاني عالميا. أنا من وجهة نظري شايف هي بداية قوية لفيتوريا، بس اللعيبة بتاعت بلجيكا خايفة على رجليها. عندنا طارق حامد وأكرم توفيق كانوا بيلعبوا كأنهم يعني بينهم طار وبين لعيبة بلجيكا. فأنا لو عندي كأس عالم بعد 4-5 أيام وبلعب ماتش ودي قدامي لعيب عمال يخبط فيا ويكسر فيا، أكيد هسيب الماتش. يعني الماتش بالنسبة لهم تحصيل حاصل وملوش لازمة. بس برضو في منتخبات تانية في الماتشات الودية خسرت 5 وخسرت 4، فبالنسبة لبداية لفيتوريا فكويس، مع التوفيق طبعا ان مصطفى محمد يعمل الكرة كده من بين رجل اللعيب ويعملها كده تروح، ان تريزيجيه يعمل كده وبشماله كده تروح. ده طبعا توفيق، ففيتوريا موفق وحظه كويس، وان شاء الله تكون بداية خير للمنتخب. اكرم توفيق مع طارق حامد قوة ضربة دفاعية، بس لازم اكرم توفيق يرشد مجهوده، لانه اخر الماتش كان واقع بدنيا، كان ميت. لازم يقسم مجهوده على الماتش. لو استمر بكده او استمر بالطريقة دي، الاصابات هتكون ليه كتير، ربنا يبعد عنه الاصابات. وفي الاول وفي الاخر هو مكسب لينا ومكسب للمنتخب، وان شاء الله الواحد متفائل مع فيتوريا. وبنحب نشكر حازم امام على اختياره، حازم امام الكبير. اما بالنسبة لتدريبات الزمالك، مصطفى شلبي عمل تدريبات تأهيلية منفردة وتدريبات في الجيم. اما بالنسبة لأوباما، الغريب والعجيب ان فريرا رفض ان اوباما يمشي في يناير، وقال ان هو ملتزم في الفترات اللي فاتت، ورغم انه ما بيلعبش عمره ما عمل اي مشكلة، وقال ان انا هعتمد عليه الايام الجاية، وخصوصا ان عنده مرونة تكتيكية في الملعب. بيقدر يلعب على الدايرة، بيقدر يلعب تحت الفراودة، بيقدر يلعب مهاجم تاني، بيقدر يلعب فيرود. فهو محتفظ بيه وبيعمله برنامج تدريبي منفرد لتجهيزه بالشكل الامثل للفترة الجاية. تمام. فكل الدعم، احنا مهما نقول على مستواه او يعني مهما ننتقده، احنا مش هنستفيد حاجة، لانه لعيب في الزمالك حنا معاه كتير، مستواه ما بيتغيرش. فكل الدعم ليه يعني، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يرجع احسن من الاول. اما بالنسبة لدونجا فخلاص نفذ المرحلة الاخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص به، وتعافى من الاصابة، وان شاء الله يبقى اضافة قوية لنص الملعب مع السيسي. وأدى تدريبات جري حوالين الملعب وظهر بحالة جيدة يعني. أما بالنسبة لحمزة المسلوسي، حمزة المسلوسي كان غضبان إنه ما راحش للمنتخب في كأس العالم. بيأدي تدريبات منفردة، وإن شاء الله يعوضها. الحمد لله إن أنت كنت بتروح قبل كده يا حمزة. ربنا يوفقك. أدى ثنائي الفريق أحمد فتوح ويوسف حسن. يوسف حسن ده الفيرود اللي احنا اشتريناه الجديد من وادي دجلة، اللي هو الصغير في السن. الاتنين كانوا مصابين، عملوا تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، وفتوح بدأ يجري حوالين الملعب بعد ما تأكدوا عدم شعوره بآلام في موقع الإصابة. شيكابالا في الماتش الأخير ظهر عنده كرش شوية. عمل تدريبات خاصة في الجيم على هامش التدريبات الجماعية، ورفع بعض الأوزان لعدم زيادة الحمل على العضلات يعني. وربنا يوفق اللعيبة كلها، وألف ألف مبروك لمنتخب مصر، وألف مبروك للمصريين، وإن شاء الله تبقى بداية خير لينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبكم الفيديو متنساش تعمل لي لايك، ده بيخلي الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. هكون شاكر لكم جدا.